السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم امال سليم. هنعمل مع بعض النهارده الحواوشي بطريقه جميله جدا. مش عايزه اقول لكم انسوا اي طريقه تانية ولا الكلام ده، بس كل اللي اقدر اقوله اني بوعدك انك هتدوقي حواوشي طعمه في منتهى الجمال، واي حد هيدوقه من ايديكي هيأكد لك ان ده احلى حواوشي اكله في حياته. تجربيه وبإذن الله ترجعي تسيبيلي رأيك في الكومنتات انه طلع تحفة معاكي. مش عايزة اطول عليكم، ويلا نشوف مع بعض هنعمل حواوشي المصري ازاي. ولو عجبك الفيديو النهاردة ما تنسيش لايك وشير للفيديو، ولو اول مرة تدخلي القناة ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان توصلك وصفاتي. نبدأ ونقول بسم الله. أول حاجة معانا 600 جرام من اللحمة المفرومة، فيها نسبة دهن بسيطة زي ما انتي شايفة كده. هضيف عليها 100 جرام من اللية المفرومة ناعم بالشكل ده، أو 100 جرام من الدوش، وعليهم 300 جرام من البصل المفروم، أو 350 جرام من البصل المفروم مش أكتر من كده، وعليهم 4 فلفلات رومي مفرومين بالشكل ده، حوالي كوباية إلا ربع من الفلفل الرومي المفروم، وعليهم طماطماية صغيرة مفرومة. بالنسبة للتوابل بتاعتي بضيف معلقة صغيرة من البصل البودر، معلقة صغيرة من الثوم البودر، معلقة صغيرة من توابل اللحمة، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة كبيرة من توابل الحواوشي، معلقة صغيرة من الملح. بالنسبة لتوابل الحواوشي ممكن تزوديها أو تنقصيها زي ما تحبي. كمان ممكن تضيفي شطة لو عايزة، ممكن تضيفي قرن من الفلفل الحامي. كل دي حاجات تقدري تحدديها براحتك. بعد كده بضيف كل المكونات زي ما انت شايفة كده على بعض، وهبتدي أقلبهم كويس. لحد ما يبقوا بالشكل ده. بعد كده هجهز العيش اللي أنا هستخدمه، بفتحه من الجنب كده، وابتدي اخد كمية اللحم اللي هحشيها في الرغيف بتاعي، وابتدي افردها كويس بشكل متساوي. يعني احاول كده اسويها، ما يبقاش جزء فيه لحم كتير وجزء مفروش. على قد ما اقدر بظبط ايدي بحيث يطلع كله نفس توزيعة اللحمة في الرغيف. بعد ما بخلص بسحب من تحت لبره كده، علشان زي ما قلتلك اظبط توزيعة اللحمة. وهو هنعمل رغيف تاني بنفس الشكل، بحاول اخد نفس المقدار اللي اخدته في المرة الاولى. لما بتعمليها كورة بالشكل ده بيساعدك ان تعملي بالتقدير كده نفس كمية اللحم في كل رغيف. يفضل لما تستخدمي لما تشتري العيش اللي هتعملي فيه الحواوشي يكون عيش ابيض كده شوية، عشان يساعدك في التسوية انه ما يتحرقش او ما يحمرش زيادة. يعني حاولي يكون فاتح بالشكل ده، ما يكونش جاي اصلا متحمر زيادة. دلوقتي هكمل باقي كمية العيش بتاعي، بضيف عليها جبنة موتزاريلا، بتديها طعم جميل جدا ومذاق مختلف. لكن في الحالتين طعمه تحفة، سواء ضفتي الجبنة الموتزاريلا او ما ضفتهاش، الطريقتين حلوين جدا، وتقدري تجربي في اثناء ما بتعملي الطريقتين. جربي جزء كده وجزء كده زي ما انا عملت، هتلاقي الاتنين ما يختلفوش كتير. كل ما هنالك ان هو بس تغيير في الطعم.
وهو بكمل باقي كمية الأرغفة بتاعتي. بعد ما خلصت كل الأرغفة بتاعتي هبتدي أرصها على صينية الفرن كبيرة، وهتساع أرغفة الحواوشي مرة واحدة، فده أسهل من إني أحطها في صواني. حطيت في أرضية الصينية ورقة زبدة، لو مش عايزة تضيفيها مفيش مشاكل، بتدهنيها كويس وتبتدي تحركي العيش أثناء التسوية عشان ما يلزقش معاكي، بس أنا بحب أضيفها بتكون أفضل. وابتديت أرصهم بالشكل ده، وهغطيهم برضو بورق زبدة لأني ما بحبش العيش ينشف معايا زيادة يعني، وكمان بحب اسويه كويس، فبسيبه في الفرن ياخد راحته في التسوية. وقبل ما اطفي عليه بحوالي ربع ساعة بشيل ورق الزبدة عشان اديله لون زي ما انت شايفة، واديله كمان نسبة قرمشة. وطبعا درجة التسوية دي زي ما تحبي، عايزة تخليه مقرمش زيادة او يحمر معاكي ازيد من كده، دي حاجة براحتك، نسبة القرمشة دي زي ما تحبي. لكن يفضل انا بالنسبة لي الدرجة دي من التسوية والدرجة دي من القرمشة، مش اكتر من كده، خاصة لو في اطفال في البيت. هو كده كان مقرمش بجد من فوق كده ومن تحت، لكن في نفس الوقت طري حلو وجميل كده في اكله، مش تحسي انك بتاكلي حاجة ناشفة قوي يعني. وهو ابتديت اطلع الارغفة بتاعتي قدامكم زي ما انتوا شايفين، بجد الريحة كانت تحفة جدا والطعم كان حكاية. كمان انا لما دخلته الفرن دهنت وشه كده بزيت او باي مادة دهنية تحبيها، ودهنته كمان من تحت برضو بمادة دهنية، بس الجزء ده كان عند الفرن فما صورتوش. وهو بعد ما استوى اهو فتحته معاكم قطعته معاكم، ده العيش اللي هو فيه الجبنة الموتزاريلا، طالع ما شاء الله تحفة بجد، وكمية اللحم جواه مظبوطة جدا، لا هي زيادة قوي ولا قليلة. وده الأرغفة اللي هي من غير جبنة موتزاريلا برضو كانت تحفة جدا. جربيها هيعجبك جدا وهيعجب الأولاد جدا جدا، بجد كلهم عجبهم طعمه قوي. وعايزة اقول لكم ان انا قدمته يعني لناس اكلت في اماكن مشهورة جدا الحواوشي ده، واكدوا لي ان هو طعمه احلى من الاماكن اللي دقوها فيه. حاجة البيت بجد يا جماعة بتكون نظيفة ومضمونة وعارفة مكوناتها ايه، خاصة الحواوشي يعني يا ريت يا ريت يتعمل في البيت، بلاش نسيب اولادنا يروحوا ياكلوه من اي مكان بره. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك وشير للفيديو، اتمنى توصلوه لاكبر عدد من اللايكات. ولو اول مرة تدخلي قناتي يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان توصلك باقي وصفاتي. بحبكم في الله، امل سليم.